السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا يلا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمص بكل سهولة. وكمان احنا في الشتاء بقى، واحلى حاجة وتعملوا في السهرة كده بالليل بتبقى تحفة. تعالوا يلا. اول حاجة انا معايا ربع كيلو من البليلة. هنعمل الحمص اللي هو حمص الشام. تعالوا كده، انا معايا كده ربع كيلو من الحمص. ربع كيلو ده هيعمل كمية حلوة قوي، هيعمل حوالي اكتر من 20 كوباية. فما تستقليش بربع كيلو، ربع كيلو هيكفي حلو قوي. انا جبت كده ربع كيلو، غسلته زي ما انتم شايفين كده كذا مره. هغير الميه دلوقتي، غيرت الميه كذا مره وحطيت لها ميه بتغلي. هسيبها بقى من بالليل للصبح. ما ينفعش احط 3 ساعات او ساعتين علشان ما ياخدش معانا في السوا. كده يا حبايب قلبي، بعد ما نقعته من بالليل للصبح ده اصبح شكله بيزيد طبعا. شوف الربع كيلو مطلع لي كميه قد ايه، اكني جايبه نص كيلو. خلاص كده تمام معايا. خلاص انا كده هصفيه خالص. ومعايا هنا كده ربع كيلو من الحمص زي ما قلنا، ومعايا هنا 4 طماطميات كده او 3. ومعايا بصلة، والليمونة دي مش هحطها في الخلاط، انا هضرب الطماطم والبصل ومعلقة الثوم في الخلاط. ومعايا هنا كيس صلصة، ده جاهز لازم تجيبيه، بيخلي الحمص حلو قوي. معايا هنا ثوم بودر وبصل بودر وملح ومعلقة كمون ومعلقة فلفل اسود، وكل حاجة معلقة صغيرة. انا هضرب بقى، انا هشيل الليمونه كده في جنب، هضرب البصل والطماطم وبعد كده هصفيها بمصفى. معايا هنا معلقه الثوم ديت هحطها على الطماطم والبصل في الخلاط لما اضربهم. ماشي يا حبيب قلبي، انا هضرب بقى الكلام ده وهرجع لكم بعد ما ضربت الطماطم والبصل ومعلقه الثوم الصغيره. صفيتها تماما خالص في مصفى، وبعد كده صفيت كمان الحمص بتاعنا وادي كيس الصلصه بتاعنا. انا حطيت حله ميه على البوتاجاز تغلي معانا، وقطعت الليمونه كده نصين عشان انا هضيفها في قلب الميه اللي هي بتغلي مع كل المكونات دولت. خلاص يا حباب قلبي، انا معايا كده الحله كده على النار خلاص غليت معايا. وبعد كده احط الحمص والطماطم وكيس الصلصه، واحط بقى البهارات بتاعتنا. انا ضفت كده البهارات. معلش يا جماعه، انا جيت اقول معلقه سكر قلت معلقه ملح. انا حطيت معلقه سكر مع معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كل حاجه معلقه. وحطيت كده عصرت كده الليمونه وحطيتها كده يا دوبك تغلي بس غلوتين، واشيل قشر. الحركه دي بتخلي الحمص معانا تحفه، جربوها تعجبكم قوي. ما تخافوش هتقولوا الليمونه دي هتخلي الحمص يحمض، لا تماما خالص، هتبقى جميله. مش هنحط خالص ملح دلوقتي، الملح قبل ما يستوي حاجات بسيطه كده. هقوم حاطه الملح وقلب مرقه. خلاص يا حبيب قلبي كده استوى خلاص، وهبدا بحط بقى معلقه ونص كده من الملح، واحط قالب مرقه واحده بس. لو احتاجت ملح حطي حبه ملح، لكن هي كده هتبقى تمام قوي معايا. هسيبها بس تغلي غلوتين علشان الملح يطعم لنا الحمص بتاعنا. وخلاص هو كده استوت، وهطفي عليها. واللون بتاعها بقى تحفه ازاي يا جماعه، حلو قوي، جربوها تعجبكم قوي. خلاص كده استوى، هعبي كوبايات وارجع لكم يا حبايب قلبي. خلاص كده تمام، وده الشكل النهائي يا حبايب قلبي بعد ما عبيت. طبعا مش كل الكميه دي كلها، هما في اكتر من كده، لكن انا عبيت على قد اللي هيشرب بس الحمص. الربع كيلو طلع لي كميه حلوه قوي، هيعمل اكتر من 20 كوبايه كمان. وده الشكل النهائي، عبيته وحطيت له كده حبه شطه وليمون. اللي حابب بقى يحط شطة، واللي مش حابب يحط براحته. وده الشكل النهائي يا حبيب قلبي. ايه رأيكم في حبة الحمص كده؟ لو عجبكم يا حبيب قلبي الحمص بتاعي، ومتنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل كل جديد. واحلى لايك واحلى كومنت كده، احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.